السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير. النهاردة الجمعة وجمعة مباركة عليكم وعلينا. هحكي لكم قصة السعادة، ظهور من نور. هحكي لكم القصة وبعد كده اقول لكم ماذا يحدث. قصة السعادة هي مختصرة في أسرة قررت أن تقضي عيد سعيد. القصة بدأت في أسرة مكونة من شخصين وفرد، وفي عيدهم وعايزين ياكلوا كانوا هياكلوا ديك رومي محطوط على السفرة، ولكن اتعودوا ان هم معاهم فلوس كتير، فكل عيد ياكلوا ديك رومي. فشاف واحد ما قدرش يجيب غير فرخة صغيرة من أسرة مكونة من 7 أو 8 أفراد، فقرر هو والأسرة ان هم هيهدوها هدية ويكتبوا عليها كارت: أسرة قررت أن تكون سعيدة جدا. فأصبحت الكارت وذهب مع الديك الرومي إلى بيت عم، بلاش أحرق اسمه عشان تتفرجوا عليه. بعد كده الشخص ده كان لسه هياكل الفرخة هو وعياله. يا عيني، فرخة صغيرة مكونة من 8 أفراد هياكلوها ازاي؟ أما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله. فذهب إلى الباب، ففتح الباب وحط الديك الرومي، وفرحة الأطفال كانت جميلة. ولكن الأم ساعتها فكرت في شيء لم أحد يفكر فيه، ولكن اعمل الخير تجده. ففكرت أن تعطي هذه الفرخة لناس كانوا أو كادوا هياكلوا فطيرة باللحمة. فذهبت إليهم وأعطتهم الفطيرة باللحمة، وهي أسرة مكونة من 3 أفراد وأم. وبعد كده الأم فعلت نفس الفكرة، فأخذت الفرخة وأعطتها لأطفالها، لكل واحد ياخد قطعة. وبعد ذلك فكرت في نفس التفكير أن اعمل الخير تجده، وقررت أن تقضي عيدا سعيدا. فكان 2 رجل وست كبار في السن، كانت عارفة ان هم هيعملوا فطيرة بالخضار، فقررت تعطيهم الفطيرة باللحمة. وعندما ذهبت الفطيرة باللحمة لهاتين الناس، افتكروا ان يعملوا الخير وتذكروا ان اعمل الخير تجده. فذهب وقال لها أن يوجد شخص لا يوجد معه مال ولا أي شيء، ولا يقدر أن يقضي العيد حتى بقوت يومه. فذهبت وقالت له: ماذا نفعل؟ فقالت له: جاءت لنا الفطيرة باللحمة، فأعطيه الفطيرة التي تكون بالفراخ. فذهب وأدرك الرجل وقرأ الكارت أنها أسرة سعيدة جدا. وبعد ذلك أن أكل وأطعم الطعام، نذهب وتتخيل كل واحد مننا كل أسرة وهي تأكل الأكل الجميل وتقول: يا سبحان الله، نحن قضينا عيدا سعيد. أول رجل أقول: إحنا قضينا عيدا سريعا سعيد لإسعاد الآخرين. فتذهب اللقطة الأخيرة وتأتي حمامة إلى بيت الرجل الذي أسعد الناس، وبها نفس الكارت الذي كتبه. فيقرأ الكارت ويقول لزوجته: إن الله أراد أن يوصل لنا إنك تقضي عيدا سعيدا. من هذه القصة هو فن، ليست قصة، ولكن لكل فن رسالة. دوروا على الظهور من نور الحلقة 7، مش هقول لكم، بس انتوا دوروا واكتبوا كده، هسيبها لكم في الوصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.